هعمل لكم النهارده نوع بسكوت حلو جدا جدا، هش قوي وطعمه لذيذ جدا ومكوناته اقتصاديه وسريع، ويديكي كميه، يرمي معاكي كميه كتيره. زي ما احنا شايفين عملت 3 صاجات من الصيجان اللي احنا شايفينها دي بكوبايه زبده على زيت، وبمقادير بسيطة جدا. أول حاجة في المقادير عندي كوباية من الزبدة على الزيت. أنا بحط كمية زبدة في الكوباية حوالي نصها، وبعدين أروح حاطة الزيت في كوباية. الزيت بيملى الفراغات لغاية ما أملى الكوباية، يبقى كده كوباية زبدة بدرجة حرارة الغرفة على زيت. كمان نص كوباية من السكر البودرة، ورشة ملح خفيفة جدا بحطها، وابتدي اضربها بالمضرب. طبعا احنا شايفين لونها اصفر، بفضل اضرب لغايه ما لونها يفتح وتبقى زي الكريمه كده خفيفه، وابتدي احط البيضتين. انا عندي اول بيضه حطيتها، وبعدين حطيت الفانيليا واضربها لغايه اول بيضه ما تختفي، احط البيضه التانية زي ما احنا شايفين. مستحيل، مفيش ابسط من كده، مقادير سهله وبسيطه ومتوفره في كل بيت تقريبا. هنا بحط معلقه كبيره من النشا، معلقه كبيره من اللبن البودر، واضربهم. لو مفيش لبن بودر عادي ما تحطيش، مش هيأثر قوي في الوصفه يعني. بعد كده عندي 3 كوبايات من الدقيق هحطهم، ولو احتجت تاني حطيت اول كوبايتين، وابتدي اقلب. طبعا انا موحده الكوبايه في كل المقادير. البسكوت ما بيتعجنش، البسكوت مجرد ان احنا بنقلب فيه لغايه ما مكوناته تختلط ببعضها. حطيت حوالي تلتين الكوبايه التانية الاخيره، يعني ما حطيتهاش كلها، بحطها شويه شويه لان بيختلف على حسب نوع الدقيق، على حسب حجم البيضه بتختلف. كده حطيت الثلاث كوبايات كلهم، وحسيت انها لا محتاجه، حطيت كمان معلقه من الدقيق. يبقى انا حطيت 3 كوبايات زائد معلقه، وابتدي اقلبها لغايه ما تختفي تماما، وامسك العجينه كده بايدي التانية اللي ما فيهاش عجين عشان اقدر المسها واحس بقوامها. العجينه عندي تعتبر مش طريه ومش يابسه. ابتدي ان انا على مفرش سيليكون وتغطيها بورق زبده او بكيس تلاجة تفتحيه، وابتدي ان انت هاتي اي قطاعه، ما عنديش قطاعه في كوبايه يعني، الجيش قال اتصرف، ممكن بسكينه، ايا كان، احنا اللي هناكلها في البيت وولادنا اللي هياكلوها، ومش هتصدقيني بابسط الامكانيات ممكن تطلعي حاجه حلوه قوي. ابتدي بقى اخرجها. طيب السمك بتاع البسكوته قد ايه هيختلف. هل انت هتلزقي بسكوتين في بعض يبقى هتعملي السمك رقيق، هل انت هتعمليها بسكوته لوحديها يعني مش هتلزقيهم في بعض يبقى هنخليها محمله شويه. تمام كده انا طلعت كميه البسكوت اللي عندي كلها. في الوقت ده انا مولعه الفرن على درجه حراره 180، وبحط البسكوت بتاعي على الرف اللي في النص حوالي ربع ساعه. اول ما بيخرج ببتدي ان انا احركه كده. لو لاحظنا الصاج انا ما كنتش دهناه، لانه كميه المواد الدهنيه فيه كويسه مش هيحتاج. بعد كده عندي هنا حوالي 100 جرام من الشوكولاته، بسيحها على حمام ميه، وابتدي ان انا ازين البسكوت بتاعي. انا كل اللي عملته مسكت البسكوته كده وبالورب كده احطها في الشوكولاته السايحه بس. تمام، وسيبيها. بما ان احنا الجو برد يعني، هتسيبيها 10 دقايق هتلاقيها الشوكولاتة خلاص جمدت، او تحطيها في التلاجة برضو 5 دقايق هتلاقيها جمدت. وبألف هنا وشفا. ولو أول مرة تشوفي القناة فشرفني اشتراكك في القناة ولايك وشير للفيديو.